السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد وصفي. وإحنا بنكمل دلوقتي الكورس بتاع النود جي اس بالعربي. لو تفتكروا مشكلة من المشاكل اللي كانت أو من الحاجات اللي كانت يعني مش لطيفة اللي قابلتنا في الفيديوهات اللي قبل كده، هي فكرة إن أنا كل ما أعمل تعديل أحتاج إن أنا أعمل ريستارت للسيرفر. كل ما أعمل تعديل أحتاج أعمل ريستارت للسيرفر عشان ألاقي التعديل الجديد. وده بنسبة كبيرة بيبطئ الديفلوبمنت، لأن هو في الآخر ده بياخد من وقتي. يعني أنا ساعات الواحد بيغلط غلطات بسيطة وبيضطر ان هو يرستار السيرفر، فالكام ثانية دول على تجميعة اليوم او على مدار اليوم والشهور بياخدوا وقت كبير جدا. ففي باكج جميلة جدا بتستخدم عشان تحل حاجة زي كده، اللي هي نودمان. نودمان هي فكرتها ان هي بتبص على الفايلات اللي موجودة في الورك ستيشن بتاعي وفي الورك سبيس بتاعي، وكل ما بتلاقي تعديل بيترستر السيرفر لوحدها. فده بيديني الفرصة ان انا عقبال ما اكتب التعديل بتاعي واروح اجربه في بوست مان او اجربه في براوزر، يبقى السيرفر اتعمل له ريستارت على طول. طيب علشان نستخدمها هنعمل ايه؟ زي اي باكج تانية هنيجي نعمل لها انستول، لكن المرة دي مش هنعمل لها انستول بداش داش سيف بس. المرة دي هنعمل لها انستول بداش داش سيف داش ديف. ايه الفرق؟ خلينا بس نرن الكوماند وهوريكم الفرق في الباكج دوت جيسون. نرن الكوماند هنا، المفروض ان هو هيجي ينزلها من غير اي مشاكل، حاجة كويسة. وبعد كده نروح للباكج دوت جيسون سريعا. طيب في الباكج دوت جيسون هنا هنلاقي ان احنا عندنا جزئين فيهم dependencies، او الباكجز او الحاجات البرنامج بتاعنا بيعتمد عليها. الحاجة الأولانية اللي هي ال dependencies العادية اللي هي زي موجود فيها اكسبرس كده، والحاجة التانية حاجة اسمها dev dependencies. طب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الفرق ما بين ال dev dependencies وال dependencies هو ان لما باجي اعمل باكج للابليكيشن بتاعي واطلعه بعد كده production، انا مش محتاج نودمان في برودكشن. مش محتاج نودمان بعد كده لما اجي اعمل له ديبلوي على سيرفر، لان نودمان مش هيبقى هو ده التول اللي هتبقى مستخدمه. وهوريكم قدام ايه الحاجات اللي هنستخدمها علشان خاطر نعمل الديبلويمنت بتاعتنا والابلكيشن يشتغل. فانا مش هحتاجها غير في اللوكال ديفلوبمنت بس عندي في اللوكال لما انا باجي بعمل ديفلوبمنت. ولذلك يحبذ دايما ان انا افرق ما بين الديف ديبندنسيز وما بين الديبندنسيز، علشان خاطر لما اجي اعمل باكج للابلكيشن بتاعي وانا رايح برودكشن حجمه يبقى اصغر. والحجم بيفرق جدا في الابلكيشن، لان هو كل ما الحجم بيكبر كل ما هيحتاج ريسورسز اكتر، كل ما يحتاج ميموري اكتر، وهكذا. فده كان سريعا كده ايه الفرق ما بين الديبندنسيز وما بين الديف ديبندنسيز. طيب ازاي نقدر نستخدم النودمان؟ نودمان بكل بساطة هنيجي هنا نرن النودمان وبعد كده الفايل. طب انا رنيته وما اشتغلش ليه؟ علشان خاطر انا عملت انستول للباكج كباكج جوه البروجكت مش جلوبال. طيب لو انا عايز استخدم الباكج دي من جوه البروجكت هعمل ايه؟ لو طلعنا فوق هنا في الباكج دوت جيسون هنلاقي فيه سيكشن اسمه سكريبتس. ايه السكريبتس ده؟ السكريبتس ده لو شفته مثلا في اماكن مختلفة، ان انا لما باجي ارن الابلكيشن بتاعي ممكن اكتب ستارت وبعدين اللي هو هيبقى زي بالظبط النود اندكس. فده معناه ان انا لو جيت هنا عملت كده npm start، ده هيجي يستخدم السكريبت لاين اللي موجود هنا ويكسكيوت اللي جواه. فده معناه ان انا لما اجي اعمل npm start هو هيجي يعمل نود وبعد كده يكول الفايل بتاعي الاندكس كانتري بوينت. لو جينا بصينا هنا هنلاقي هو ده اللي بيحصل بالظبط. لما باجي اعمل npm start بيجي يعمل نود وبعد كده index.js. طيب انا عايز استعمل نود من دلوقتي، اعمل ايه؟ ممكن نزود سكريبت تاني هنا وبعد كده نسميه div وبعدين نودمان او نودمان index.js. طيب ازاي بقى ارن السكريبت الجديد اللي انا حطيته جوه؟ بكل بساطه انا هكتب npm run وبعد كده div. ده معناه ان انا بقول له انا عايزك ترن السكريبت اللي هو اسمه div وهو هيستخدم النودمان index.js. ولما جينا نعمل كده نلاقي ان هو بيقول مش موجود. نسيف معلش ونجرب تاني. فهنلاقي هنا ان هو عمل nodman index.js وقدر يستخدمه، لان هو في الاخر لما بيجي يرن السكريبتس بيعمل ريفرنس للحاجات اللي في package.json. سوري، الحاجات اللي في النود موديولز فولدر.
لو جينا جربنا تاني، انا لما جيت كتبت بايدي نودمان هنا index.js ما اشتغلش، وحتى لو اخدنا اللي موجود فوق ده كوبي بيست مش هيشتغل، لان هو مش متعرف عندي في الجلوبال، لكن هو متعرف عندي في اللوكال سيت اب بتاع البروجكت، ولذلك ان انا اقدر اعمل npm run dev. طيب جميل قوي. زي ما احنا شايفين هنا ال npm run dev دي اللي هي اللي شغلت النودمان index.js. لو قرينا سريعا كده ايه اللي موجود هنا، هنلاقي ان هو بيقول لنا الفيرجن بتاع النودمان اللي احنا بنستخدمه ايه. بيقول لنا لو انا حابب اريستارت السيرفر في اي وقت، مجرد اكتب rs هلاقيه عمل ريستارت للسيرفر. دي حاجة. الحاجة التانية ان هو هنا بيبص على كل الملفات اللي موجودة اللي بالاكستنشنز JS MGS CGS وجيسون. فده معناه ان انا لو جيت هنا وقمت جاي مغير الهلو وورلد دي مثلا وقلت نودمان او نودمان تيست وعملت سيف، هاجي هنا الاقي ان هو عمل ريستارت للسيرفر بتاعي. طيب عايزين نجرب الموضوع ده ونشوف هل هو فعلا عمل ريستارت ولا لا. فلو جينا هنا بسرعة ورحنا ل بوستمان وبعد كده عملنا كول، هنلاقي هنا ان هو بقى نودمان تيست. طيب نجرب مرة تانية ونزود كلمة نيو وسيف من غير ما رستر السيرفر. سوري. ايوه. لو جيت هنا زي ما كده، جينا هنا كده وكتبنا كلمة جديدة مثلا تيست 1 وسيفت، وبعد كده بعديها رحت البوستمان تاني وبعدين جيت عملت run، هلاقي هنا نودمان تيست 1. ده كده سريعا ايه هو نودمان وليه بنستخدمه، الفرق ما بين الديف dependencies وما بين الديبندنسيز العادية، وازاي ان انا اقدر ازود سكريبت يشغل لي حاجات زيادة ويديني capabilities ويسهل عليا في الابليكيشن بتاعي. احنا دلوقتي بادئين بحاجة بسيطة اللي هو مجرد بنرن كوماند، لكن قدام السكريبتس ممكن يبقى ليها استخدامات تانية، ان احنا نقدر ندمج اكتر من كوماند ونقدر نشغل حاجات كتيرة ويسهل علينا الديفلوبمنت وحتى الديبلويمنت كمان. لو عندكم اي اسئلة اكتبوا لي في الكومنتس، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.